رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. سيدي الرئيس، أعضاء المنظمة، أيها الحضور الكريم، المرأة هي نصف المجتمع، حيث تساهم في بنائه وتطوره من خلال المهام لأدوار مختلفة التي تؤديها في خدمته. أنا سعيدة بهذا التتويج. كما قلت أنه هو تكليف قبل أن يكون تشريف، وإن شاء الله سأعمل جاهدة لأكون جندية مجندة وراء صاحب الجلالة نصره الله وأيده، وأن أزيد لمسات لخدمة المنظمة الصحراوية، وأكون عند حسن ظن الجميع، وأكون اختيار إن شاء الله يعني اختيار مناسب، وأتمنى أن أكون المرأة المناسبة في المكان المناسب. فكان لنا الشرف اليوم لحضور هذا اللقاء أو الجمع العام الجهوي لجهة سوس مسا لمنظمة جمع الشمس الصحراوي الملكيين لانتخاب السيدة الرئيسة اللي اختاتق ديالها الدفاع عن الوحدة الوطنية وتمثيل جهة سوس مسا على مستوى الوطني والدولي كسفيرة للقضية الوطنية. فكان حضور يعني متميز، فيه نخبة من رجال الإعلام ورجال المثقفة كلهم عبروا لتمثيل مدينة سوس للدفاع عن الوحدة الوطنية وراء السدة العالية بالله جلالة الملك. فكان هذا يثلج صدرنا كمنظمة لها على فروع على المستوى الوطني. كان يعني يثلج صدر هذا اللقاء اللي ارتحينا بزاف، وبذلك كان هذا اليوم لابد باقتراب السنة الأمازيغية، فأعلن من مدينة أكادير العاصمة سوس إعلان خلق درع المخشار السوسي اللي غادي يكون نحتفل به سنويا لنمدوه في جميع ربوع المملكة المغربية وخارج أرض الوطن، ليكون يوما تماشيا مع خطاب صاحب الجلالة لإعلان اليوم الوطني الأمازيغي عيدا وطنيا. فواكبنا هذا الحدث وأعلنا من مدينة سوس درع منظمة جمع الشمس الصحراوي اللي هو درع المخشار السوسي. وشكرا. هذا شرف لي كبير بأن حضرت تأسيس الرئيسة الجهوية لأكادير سوس، وتنشكر الرئيس مدن. ومن هذا المنبر لابد من نشكر جميع الإخوة الإعلاميين والحضور الكريم ولا السلطات المحلية اللي يسرت هذا الاجتماع. وبكل صراحة أنه اختيار ديال الرئيسة الجهوية للمرأة كإنسانة كمثقفة وكإنسانة اللي كتسير واحد المؤسسة اللي تدير واحد عمل الدبلوماسية الموازية بغض النظر عن وعداء مساعدة الإخوان، خصوصا في الظروف اللي كانوا مروا منها. حنا كنعرفوا الآباء فاش يكون شي مشكل عند الأولاد ديالهم خارج الوطن، الله راه الأمور الله سبحانه وتعالى وهي كانت تتبسط وكانت تتصل بالإخوان وكانت تسهل الأمور، وهذا الله يجعله لها في ميزان الحسنات. وشكرا. منظمة جمع الشمس الصحراويين الملكيين عبر العالم بأنكم محظوظون باش أنكم اخترتوا الأخت فاطمة باش تمثل المرأة المغربية والمرأة الأكاديرية والمرأة السوسية على التعبير، وكنتمنى لها التوفيق. العظيم أنني نشتغل مع الأستاذة فاطمة. الأستاذة فاطمة هي أختي، هي صديقة. في الوقيته ديال الحرب ديال روسيا مع اوكرانيا انها بالليل كنت كنتصل بها في 3 الصباح 4 الصباح اللي توجور بريزونت، لا لي انا ولا الدراري اللي كانوا تما ولا لي بارون ولا ناس، ستاتيغ ما عندي ما نقول عليها. أستاذة فاطمة،
والاستاذه الغنيه عن التعريف صديقتي واختي، ولي الشرف اني نكون وسط المكتب ونجمعوا الفواطم، واذا تجمعوا الفواطم فالابداع هنا في